السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي، كل سنة وانتم طيبين. اختكم هناء بتمسي عليكم وبتقول لكم كل سنة وانتم طيبين في شهر رمضان المبارك. بص يا حبايبي، دي سمكة المفروض ان انا كنت جايباها على ان انا اعمل لها ايه، مشوية. بعد ما كنت خلاص هعملها مشوية مش عارفة. جت في دماغي ان عندي طبق بدنجان وعندي طبق بطاطس مهروسة. طب وايه المشكلة لما انا اروح منضفاها وقلياها وعاملاها بايه، بصلصة. دي الصلصة بتاعتها بالتومة طبعا. وطبعا هنا حطيت البدنجان، طبق البدنجان اللي كان عندي من امبارح. ودلوقتي انا هعمل ايه، هسقط السمك كده واحدة واحدة. تمام يا حبايبي، واحدة واحدة طبعا. احاول ايه، انا ما بخليهاش تغلي في الصلصة. هي يا دوبك الصلصة اتعملت وعليها الفلفل وعليها شوية كزبرة وشوية بقدونس كده عشان تدي ايه، طعم، كأنها طاجين. تمام يا حبايبي. حاجة زمان، ناس زمان هي اللي تفهم يعني ايه طاجين. طاجين اللي هو الصلصة ام بصلة، بس انا عاملاها بتومة بصراحة، وعاملاها بالبقدونس والكزبرة. تمام اهو. دلوقتي انا بنيمها كده، هفضل اعمل كده لغايه ما الاقي ان الصلصه بتاعتي اتشبعت بايه، بكميه سمك. السمكه الصغيره دي انا كنت جايباها للشوي، بس سبحان الله لقيتها الموضوع اتحول معايا الى قلي. هم عندي بيحبوا القلي برضو. و... ولقمه طيبه ان شاء الله عليهم وعلينا. هيبقى جزء بصلصه وجزء هيبقى مقلي. تمام يا حبايبي. الموضوع ده على ايه، هنا عملت رز ابيض، رز ابيض ياكلوه معاه. الف هنا عليهم يا رب وعلى اللي هياكل. هي حاجه بسرعه كده وفي نفس الوقت يعني بتتاكل، بتبقى اكله حرشه. كل سنه وانتم طيبين. طبعا امر ما يسلمش قرنين فلفل ايه، حراقين. تمام يا حبايبي، كل سنه وانتم طيبين. كانت معاكم اختكم هناء ابراهيم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.